السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس ال OpenShift Administration. والنهاردة هنبتدي في توبك جديد وموضوع جديد من مواضيع ال OpenShift Administration، وهنتكلم عن ال Authentication وال Authorization. ففي الشابتر ده احنا هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نقدر نسكيور الكلاستر بتاعنا، نقدر نمانج اليوزر والايدنتيتيز اللي موجودة عندنا، وازاي نقدر نمانج الاكسس بوليسيز للاوبجكتس الموجودة عندنا في الكلاستر بتاعنا. طب تعالى كده مع بعض نشوف يعني ايه authentication و authorization. بكل بساطة ال authentication هو بيحدد مين ليه صلاحية او مين يقدر يأكسس الكلاستر بتاعي او يبعت API لل API سيرفر بتاع الكوبرنيتس عندنا، وال API سيرفر يبتدي يبروسيس الريكوست اللي جاي من اليوزر ده. والمرحلة التانية هي مرحلة الاوثرايزيشن البوليسي بقى بتاعة اليوزر ده، او ايه البريفليج بتاعة اليوزر اللي يقدر يعملها على الكلاستر بتاعنا، ايه الريسورسز اللي هو يقدر يوصل لها، ايه الريسورسز اللي يقدر يعمل لها ريد او يعمل لها رايت او يقدر يأديت عليها. خلينا النهاردة هنفوكس على الاوثنتيكيشن ونعرف الاوثنتيكيشن ميكانيزم بتاع الاوبن شيفت. خلينا الاول نبتدي بكوبرنيتس، لان احنا عارفين ان الاوبن شيفت مبني على كوبرنيتس انجن. فالكوبرنيتس ما عندوش authentication سيرفر built in جواه، فالكوبرنيتس ما بيقدرش يمانج اليوزرز. يعني الكوبرنيتس ما يقدرش اروح على الكوبرنيتس اكريت يوزر او اكريت جروب وبعدين ابتدي اوثنتيكيت باليوزر او الجروب دي. بس في نفس الوقت الاي بي اي سيرفر بتاع الكوبرنيتس يقدر يأكسبت الريكوست او الاي بي اي ريكوست اللي جاي له، لو الاي بي اي ريكوست ده معاه اكسس توكن او معاه كلاينت سيرتيفيكت جاياله من سيرتيفيكت اوثوريتي هو تراستد بالنسبه له. طب في حاله الاوبن شيفت راح ضاف حاجه اسمها الاوث سيرفر. الاوث سيرفر ده هو اوثنتيكيشن سيرفر، مهمته ان هو يروح يجنريت اكسس توكنز ويضيف الاكسس توكنز دي للريكوست اللي بيبعته اليوزر. وتعالى كده اوريك مثال سريع ازاي البروسيس بتاعه الاوثنتيكيشن في الاوبن شيفت بتحصل. الاوث سيرفر ده بيكون مربوط بحاجه اسمها ايدنتيتي بروفايدر. الايدنتيتي بروفايدر ده مهمته ان هو يكون جواه لستة من اليوزرز بالكريدنشلز بتاعتهم، يوزر نيم وباسورد او شوية ميتا داتا عن اليوزرز. فمثلا شبه الاكتيف دايركتوري، شبه ان احنا يكون عندنا لوكال فايل موجود فيه اليوزر والباسورد، ايا كان الايدنتيتي بروفايدر. وهناخد مع بعض الايدنتيتي بروفايدرز وهنتكلم عنها باستفاضة كمان شوية. فالاوث سيرفر مهمته ان هو يربط الاوبن شيفت كلاستر بالايدنتيتي بروفايدر. فاللي بيحصل لما اليوزر يروح يعمل لوجن ان اليوزر بيروح يبعت الريكوست بتاعه للاوبن شيفت اوث سيرفر ساعة لما اليوزر بيقول او سي لوجن، او حتى لو رايح من على الويب كونسول بيعمل لوجن، فالكريدنشلز بتاعت اليوزر بتروح تتبعت للاوث سيرفر. المرحله اللي بعد كده الاوث سيرفر بياخد اليوزر نيم والباسورد او الكريدنشال بتاعت اليوزر دي، يروح يعمل لها فيريفيكيشن مع الايدنتيتي بروفايدر اللي هو مربوط عليه. يعني مثلا هنا في المثال ده هو مربوط على LDAP Active Directory، هو وعنده اليو ار ال بتاع الاكتيف دايركتوري ده، فبيروح يبعت له اليوزر نيم والباسورد والميتا داتا اللي جايه له في الريكوست، ويروح يفيريفاي الداتا دي معاه. طيب الايدنتيتي بروفايدر قال له والله اليوزر اوثنتيكيشن اللي انت بعتها لي دي فيريفايد واوكي معايا. بعد كده الاوث سيرفر بيروح يعمل حاجتين، يروح يكريت تو اوبجكتس على الاوبن شيفت كلاستر عندنا. يكريت حاجه اسمها اليوزر، واليوزر ده بيكون جواه الميتا داتا بتاعه اليوزر، وان هو اليوزر ده قدر يعمل سكسسفول لوجن على الكلاستر عندنا. وبيكريت اوبجكت تاني اسمه الايدنتيتي، والايدنتيتي دي مهمتها ان هي فيها ميتا داتا بتقول اليوزر الفلاني جاي من الايدنتيتي بروفايدر الفلاني. يعني يوزر وليكن اسمه احمد جاي من الايدنتيتي بروفايدر اللي هو LDAP، او اليوزر اللي اسمه محمود جاي من اللوكال فايل اللي اسمه HT باسورد. وهناخد الايدنتيتي بروفايدر ده كمان شويه. بعد ما بيروح يكريت اليوزر والايدنتيتي،
المرحلة اللي بعد كده ان الاوث سيرفر بيروح يكريت حاجة اسمها الاوث اكسس توكن. التوكن دي بعد كده مع اي ريكوست اليوزر بيروح يبعته، بيروح رايح باعت الريكوست ومعاه التوكن دي، عشان التوكن دي هي اللي هتعديه، او هي طريقة التواصل اللي هتخلي الكيوب اي بي اي سيرفر يقبل الريكوست بتاع اليوزر بتاعنا. طيب التوكن دي بتتسيف عندنا في فايل اسمه الكيوب كونفج، والتوكن دي في الاغلب بيكون الصلاحية بتاعتها لمدة 24 ساعة. طيب لو اليوزر جاي من ويب يو اي فهي مش بتتسيف في الكيوب كونفج، بتتسيف في الكاش بتاع الويب براوزر اللي اليوزر فاتح منه. اخر مرحلة اليوزر بيروح يبعت الاي بي اي ريكوست بتاعه للاي بي اي سيرفر، والاي بي اي سيرفر بيرد عليه على حسب بقى البوليسي او البريفليج بتاعه اليوزر ده على الكلاستر. يعني هو اليوزر مثلا لو رايح بيقول او سي جيت بوت، بيبقى فيه سؤال طبعا للرول بيزد اكسس كنترول، هل اليوزر ده عنده اكسس ان هو يعمل جيت بودز ولا ما عندوش، وعلى حسب الرد يا اما بيقلاو اليوزر ان هو يرن الكوماند اللي هو طالبه، يا اما بيدي اليوزر ايرور. خلينا نرجع للسلايدز بتاعتنا وتعالى نشوف الاوثنتيكيشن في الاوبن شيفت بيمشي ازاي. الاوبن شيفت بيقبل نوعين زي ما قلنا، او الاي بي اي سيرفر بيقبل نوعين من الاوثنتيكيشن. اول نوع اللي هو الكلاينت سيرتيفيكت، والكلاينت سيرتيفيكت دي بتكون certificate لازم issued by trusted certificate authority. والحاجة التانية الauth access tokens، ودي اللي اتكلمنا عنها وازاي بيتعمل generate للauth access tokens. طيب لو انا النهاردة بعمل OpenShift كلاستر جديد، او انا لسه بديبلوي OpenShift كلاستر جديد، بلاقي جاي معاه حاجتين في الاغلب. بيكون معايا حاجه اسمها الكيوب كونفيج فايل. الكيوب كونفيج فايل ده بيكون جواه كلاينت سيرتيفيكت تراستد عند الاي بي اي سيرفر بتاع الكلاستر الجديد اللي انا عامله، ودي اقدر استخدمها في حالات ان انا مش قادر اكسس الكلاستر لاي سبب من الاسباب، عندي مشكله في الكوميونيكيشن مع ال داب او مع الايدنتيتي بروفايدر، فبستخدم الكيوب كونفيج فايل. وطبعا انا كادمنستريتور المفروض ان انا وانس ان انا عملت ديبلويمنت بروح اخد الكيوب كونفيج فايل ده بشيله في مكان سيف محدش يقدر يوصله، عشان لو احتاجته. وبنستخدمها عن طريق ان احنا بنروح نعمل اكسبورت للكيوب كونفيج على حسب بقى مكانها فين، وبعد كده اي كوماند بنروح نكتبه عن طريق الكيوب سي تي ال او عن طريق الاو سي بيكون اوتوماتيك بيابند معاه السيرتيفيكت دي في الريكوست بتاعه. حاجة تانية ان لو احنا عاملين انستليشن للاوبن شيفت مانوالي سواء كان اي بي اي او يو بي اي، فبيتكريت عندنا حاجة اسمها الكيوب ادمن يوزر، والكيوب ادمن يوزر ده بيكون برضو عنده الفول بريفليج على الكلاستر بتاعنا، نقدر نستخدمه في الانيشال configurations. وبعد ما نخلص الكونفيجريشن بتاعة الايدنتيتي بروفايدر ونربط الكلاستر بتاعنا بالايدنتيتي بروفايدر، الريكومندد ان احنا نروح نمسح الكيوب ادمن يوزر ده عن طريق ان احنا بنروح نعمل ديليت لسيكريت اسمها كيوب ادمن جوه نيم سبيس اسمه كيوب سيستم. تعالى كده نبص على الريسورسز اللي احنا اتكلمنا عنها. عندنا في ريسورسز هي اللي بتكون عندنا الايدنتيتي او بتكون عندنا السيستم بتاع الاوثنتيكيشن في الاوبن شيفت. اول حاجه هو اليوزر ده زي ما قلنا هو بيكون اوبجكت بيوصف ان احنا عندنا يوزر اسمه احمد وعمل successful login عن طريق الاوثنتيكيشن سيرفر. الحاجة التانية اللي قلنا عليها الايدنتيتي، وقلنا الايدنتيتي اول برضو ما اليوزر يقدر يعمل successful authentication يروح يلينك الايدنتيتي بروفايدر مع اليوزر اللي موجود عندنا. وعندنا حاجة تالتة اسمها السيرفيس اكاونت، ان احنا نقدر نروح نكريت اكاونت بس ما بيكونش ليه كريدنشال، ما يقدرش ان هو يلوجن على الكلاستر بتاعنا، لان هو ما بيستخدمش عن طريق الهيومنز بل بيستخدم عن طريق الابليكيشنز. انا بروح ادي السيرفيس اكاونت ده لابليكيشن عندي عشان الابليكيشن ده يبقى ليه authority ان هو يغير في بروجكت معين، ان هو ياكسس الاي بي اي بتاعة الكلاستر بتاعي ويبعت API requests
محددة للكلاستر بتاعي علشان يعمل تاسكاية محددة. مثلا لو انا عندي ابلكيشن باك اب لمجموعة بودز، فانا هدي الابلكيشن ده سيرفيس اكاونت يروح بس ان هو يعمل باك اب للبودز دي على حسب البروسيس اللي انا هتبعها. واخر اوبجكت عندنا وهو الجروبس هي عبارة عن كوليكشن من اليوزرز بنحطهم في وان جروب، ولما ندي بريفليج للجروب دي فكل اليوزرز طبعا اللي جوه الجروب بياخدوا نفس البريفليج على الكلاستر بتاعنا. طب تعالى نتكلم عن السبورتد ايدنتيتي بروفايدرز. عندنا ايدنتيتي بروفايدرز كتير سبورتد مع الاوبن شيفت، بس ده مثال بسيط عنهم، ولو عايز تدخل تبص على الدوكيومنتيشن هتلاقي فيه ليست بكل الايدنتيتي بروفايدرز اللي سبورتد عن طريق الاوبن شيفت. بس تعالى نتكلم النهارده، احنا هناخد مع بعض ال HT password. ال HT password ده عبارة عن لوكال فايل احنا بنجنريته، بيكون جواه اليوزر وجواه الباسورد بتاع اليوزر، واحنا بننجكته از سيكريت جوه الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا، وبيبتدي الاوبن شيفت كلاستر يوثنتيكيت اليوزرز عن طريق ان هو بيبص على الكريدنشال بتاعت اليوزر او يقارن الكريدنشال بتاعت اليوزر بالكريدنشالز اللي موجودة عنده في اللوكال فايل ده. تاني حاجة عندنا ال LDAP او الاكتيف دايركتوري، وده اشهر نوع من انواع الايدنتيتي بروفايدرز اللي مستخدمة. اكيد اي حد شغال في اي انفايرمنت النهاردة عنده يوزر على الاكتيف دايركتوري او على ال LDAP، فاحنا نقدر نانتجريت الاكتيف دايركتوري او ال LDAP بروتوكول عموما مع الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا. عندنا كمان الويب اوثنتيكيشن ميكانيزمز زي الجيت هاب او الجيت لاب، برضو سبورتد بالاوبن شيفت، وان احنا نقدر نانتجريت مع الاوثنتيكيشن ميكانيزمز بتاعه الجيت هاب او جيت لاب. عندنا كمان ان احنا نقدر نانتجريت مع الكيستون بتاع الاوبن ستاك. طب تعالى بقى نروح نكونفيجر ايدنتيتي بروفايدر للكلاستر بتاعنا، واحنا في السكوب بتاعه الكورس بتاعنا احنا علينا ان احنا نكونفيجر ال HT password identity provider. فتعالى نشوف مع بعض ستيب باي ستيب ازاي ان احنا نقدر نكونفيجر ال HT password للكلاستر بتاعنا. اول حاجه احنا محتاجين نكريت ال HT password. ال HT password انا مش بكريت فايل عادي، انا بكريت فايل بتول اسمها ال HT password، عشان دي بتكريت الفايل يوزر نيم وباسورد، والباسورد ده بيكون encrypted. فعشان اكريت الفايل ده لازم اكون عامل انستول لل HT password command line tool، ودي بتكون تول من ضمن التولز بتاعه ال HTTPD tools. هنشوف مع بعض في الديمو ازاي نقدر نعمل لها انستليشن. وانس ان احنا عملنا لها انستول فبنستخدم الكوماند لاين ونقول له ht password -c، وداش سي هنا عشان نكريت فايل جديد، وبعدين داش بي كابيتال والبي الكابيتال علشان نانكريبت الباسورد بتاع اليوزر بتاعنا في الفايل، عشان اي حد يفتح الفايل ما يقدرش يشوف الباسورد اللي مكتوب، والبي سمول عشان نقدر نكتب الباسورد في الكوماند لاين بتاعنا. طيب لو انا عايز اضيف اليوزر اللي بعده هضيفه بنفس الكوماند، بس هشيل الداش سي علشان الداش سي لو استخدمتها مرة تانية هتروح تريبليس الفايل كله، وهيبقى اللي انا عملته قبل كده هيضيع كله. طيب لو انا عايز امسح يوزر معين من الفايل بتاعي بستخدم داش دي كابيتال واديله اسم الفايل واسم اليوزر، فهيروح يمسح اليوزر ده من ال HT password فايل بتاعي. طب كده الفايل بتاعي ده معمول له كرييت على الجامب سيرفر او على الماشين اللي انا شغال من عليها بعمل اكسس للاوبن شيفت كلاستر بتاعي. طيب انا عايز اخليها جوه الاوبن شيفت كلاستر عشان الاوبن شيفت يقدر يشوفها، فبروح اكرييت سيكريت جوه الاوبن شيفت كلاستر بتاعي جوه نيم سبيس اسمه الاوبن شيفت config، وطبعا السيكريت دي بتكون فروم فايل، والفايل بتاعي اللي هو الفايل اللي احنا عملنا له كرييت. بس نقطة مهمة قوي لازم نخلي التايب بتاع الفايل هنا ht password، فلما بقول له فروم فايل بقول له ht password فايل equal واديله اسم الفايل بتاعي اللي انا عملت له كرييت. ولو احنا نسينا نحدد ان التايب بتاع الفايل بتاعي ht password، هو مش هيقدر يفهم ان ده ht password فايل ومش هيشتغل معانا كلوكال يوزر ايدنتيتي بروفايدر للكلاستر بتاعنا.
المرحلة اللي بعد كده ان احنا نعدل بقى الاوثنتيكيشن سيرفر او الاوث سيرفر بتاعنا عن طريق ان احنا بنعدل الكاستم ريسورس بتاعه. ففي الكاستم ريسورس بنروح تحت السبيك هنلاقي عندنا الايدنتيتي بروفايدرز، فهنضيف بقى لو هو كان في ايدنتيتي بروفايدرز قبل كده او ما كانش فيه، فهنضيف عندنا هنا اسم الايدنتيتي بروفايدرز، وهنضيف عندنا التايب بتاعه ان هو HT password. وفي البارامترز بتاعه ال HT password هنقول له الداتا فايل، ونحدد له اسم السيكريت اللي احنا رحنا عملنا لها كرييت جوه الاوبن شيفت كونفيج نيم سبيس. وهنا في حاجه اسمها المابنج ميثود، دي مش عليك في السكوب بتاعة الكورس بتاع ال DO280، بس هي عشان تكون عارف عنها ان احنا عندنا اكتر من ميثود، يا اما كليم يا اما اد يا اما لوك اب. لو كليم ان اليوزر لو لقى يوزر اسمه مثلا محمود جاي له من ال HT باسورد ولقى اليوزر ده اوريدي كرييتد على الاوبن شيفت كلاستر، فهو هيرفض ان هو يكرييت يوزر جديد من ايدنتيتي بروفايدر جديد بنفس الاسم. لكن لو كان التايب عندنا اد، وده اللي بيستخدم في البرودكشن ان احنا بيكون عندنا اكتر من ايدنتيتي بروفايدر، وبيكون المابنج ميثود بتكون اد، علشان ممكن نفس اليوزر بنفس النيم يكون جاي من اكتر من ايدنتيتي بروفايدر، بيكون مثلا محمود جاي مره من ال HT باسورد والمره التانية جاي من ال LDAP ايدنتيتي بروفايدر. ولو كانت لوك اب فاحنا اوبن شيفت ادمنستريتورز بنكون مضطرين ان احنا نروح نكريت اليوزر اوبجكت والايدنتيتي اوبجكت بنفسنا، لان هما ما بيتعمل لهمش كرييت اوتوماتيك. طيب اخر حاجة بقى ان احنا محتاجين نفيريفاي، فهنفيريفاي ازاي؟ اولا هنتأكد بعد ما نسيف الابديتس اللي احنا عملناها في الاوث كاستم ريسورس، هنروح نوتش على البودز بتاع الاوبن شيفت اوثنتيكيشن في الاوبن شيفت اوثنتيكيشن نيم سبيس، وبعدين هنحاول ان احنا نتست ونعمل لوجن يوزر من اليوزرز الجديدة اللي احنا رحنا عملناها. طيب حاجة مهمة لازم تاخد بالك منها، لو انت عايز تديليت اليوزر بنروح نعمل اكستراكت للسيكريت عشان نعمل لها ابديت، وبنلاقي عندنا HT باسورد نبتدي نعدل فيه، نروح نعمل ديليت لليوزر من ال HT باسورد وبعدين نابديت السيكريت تاني عن طريق ان احنا بنقول له OC set data للسيكريت بتاعتنا، ونديله الفايل الجديد اللي احنا عدلنا فيه. ولازم نروح نمسح الريسورسز اللي اتعمل لها كرييشن قبل كده ريليتد لليوزر بتاعنا، او الريسورس اللي هو اليوزر ريسورس، وتاني حاجة الايدنتيتي ريسورس. وزي ما اتفقنا ان احنا عندنا الكيوب ادمن يوزر الريكومندد ان احنا نروح نعمل له ديليت عن طريق ان احنا هنقول له او سي ديليت للسيكريت اللي اسمها كيوب ادمن تحت النيم سبيس اللي اسمه كيوب سيستم. طيب خلينا كده نبتدي مع بعض ديمو ونعرف ازاي ان احنا نقدر نكونفيجر ايدنتيتي بروفايدر. وفي امتحان ال EX280 هيطلب منك ان انت تكونفيجر ال HT باسورد، فتعالى نروح نكونفيجر ال HT باسورد. اول حاجة احنا محتاجين ان احنا نانستول ال HT باسورد، وهو زي ما قلنا بيكون جزء من ال HTTPD tools، فتعالى نعمل له انستول. طيب بعد ما عملنا انستول لل HT باسورد او ال HT pass WD، تعالى كده نستخدمه HT باسورد ونقول له داش سي عشان نكريت فايل جديد، داش بي عشان نانكريبت الفاليو بتاعت الباسورد، وداش بي عشان نقدر نكتب الباسورد بتاعنا، ونقول له مثلا الفايل هيكون عندنا في الدايركتوري اللي احنا واقفين فيه، و local users مثلا اسم الفايل، ونقول له مثلا admin 1 والباسورد بتاعه هيكون ريد هات. قالك adding password for user admin 1. تعالى نكات كده الفايل اللي هو local users، فهنلاقي عندنا admin 1 كيوزر وعندنا encrypted value للباسورد. طب تعالى نضيف يوزر جديد، فهنشيل الداش سي وتعالى نقول له مثلا div 1. فقال لك انا عملت ادنج للباسورد لليوزر ديف 1. تعالى نكت تاني فهنلاقي ديف 1 اتضاف. طيب تعالى نضيف ديف
2 فبرضو قال لك انا ضفته. طب تعالى بقى نشيل div 1 نشوف هنشيله ازاي. فهنقول له داش دي خلينا نشيل الباسورد. قال لك انا deleting الباسورد لليوزر اللي اسمه div1. تعالى كده نكات لقينا عندنا admin 1 وdiv 2 بس. طب الخطوة اللي بعد كده ان احنا محتاجين نروح نكريت سيكريت من الفايل اللي احنا عملناه ده. فهنقول له oc create للسيكريت وجينيريك سيكريت طبعا اسمها local users من الفايل. وزي ما قلنا لازم نحدد له ان الفايل ده ht password وقلنا له اسم الفايل بتاعنا اللي هو local users وفي النيم سبيس اللي هو الاوبن شيفت config. الحاجة اللي بعد كده احنا محتاجين نedit الاوث custom resource. فهنقول له oc edit للاوث custom resource اللي اسمه cluster. وهنلاقي هنا عندنا بما اننا شغالين على CRC هو اوريدي عامل ht password قبل كده فاحنا هنضيف عليها ht password جديدة. فهنا انا ضفت ال ht password والفايل داتا بتاعها اللي هو اسم السيكريت بتاعتنا اللي هي local users والمابنج ميثود اللي هي الكليم وسميت برضو ال ht password اللي انا بضيفه دلوقتي local users والتايب بتاعه ht password. وزي ما قلت لك لازم تحفظ الكام سطر دول لان دول بيجوا لك في الامتحان فلازم تكون حافظ ازاي تكتبهم بالظبط. وتعالى كده نسيف. طيب هو تصحيح بسيط بس احنا محتاجين بس ننقل ال ht password configuration الجديدة تكون فوق التوكن config دي عشان يقبل مننا ال edit اللي احنا هنعمله. وتعالى نوتش على البودز اللي في ال OpenShift Authentication namespace هنلاقي عندنا ان بيحصل terminating لل current بود وبيتكريت بود جديد. تمام كده البود عندنا اتعمل له creation. تعالى اقول له Ctrl C طيب وتعالى بقى نجرب ان احنا نلوجن بالباسورد يوزر من اليوزرز الجداد اللي هو كان admin 1 على ما اعتقد والباسورد كان ريد هات. ونجرب نلوجن فكده عمل successful لوجن بادمن 1 بس برضو admin 1 لو جينا نقول له oc get pods هو ما عندوش privilege ان هو يروح يبعت API request يسأل بيه عن الريسورس اللي هو اسمه البودز. طيب تعالى نغير اليوزر ونجرب. كان عندنا اليوزر التاني اسمه div1 سوري كان div2 برضو div2 دلوقتي قادر ان هو يلوجن على الكلاستر بتاعنا. وتعالى نرجع للكيوب ادمن عشان يفضل معانا الادمن بريفليج على الكلاستر بتاعنا. وحاجة مهمة لازم تكون عارفها ان هنا في ال CRC الكيوب ادمن هو مش معمول له كرييشن بالطريقة العادية بس محطوط في ال HT password البري كونفيجر وملوش سيكريت موجودة في الكيوب سيستم عشان دي تيست انفايرمنت. برضو لو انت بتعمل كونفيجريشن للاوبن شيفت كلاستر بتاعك على كلاود بروفايدر هتلاقي الكلاود بروفايدر بيديك الادمنستريشن يوزر بس مش بيروح يكرييت سيكريت جوه الكيوب سيستم للكيوب ادمن. الكيوب ادمن ده بس بيتعمل له كرييشن لو انت رايح تعمل سيلف مانجد كلاستر انت اللي بتعمله كرييشن باستخدام سواء الاي بي اي او الاي بي اي او اليو بي اي. كده نكون عرفنا ايه هو الاوثنتيكيشن ميكانيزم بتاع الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا وازاي ان احنا نقدر نكونفيجر سيمبل ايدنتيتي بروفايدر زي ال HT باسورد. وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم مع بعض عن الاوثرايزيشن وازاي ان احنا نكونفيجر الرول اكسس بيزد بوليسيز بتاعه اليوزرز. اشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات الاوبن شيفت ادمنستريشن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.